في مقطع اليوم راح نتعرف هل في مابات تعطينا في بوكس مجاني، وهل في طرق تعطينا في بوكس داخل لعبة فورتنايت بالمجان. يعني في كل هذه الاشياء اكثر راح نعرفها في مقطع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عامر وكسل كينجوكس. رجعنا لكم مقطع جديد. مقطع اليوم مدته واخيرا رجعنا المقاطع الطويلة يعني. فقبل لا نبدا صلي على النبي، حط لايك الان، انزل تحت لايك، اهم شيء بداية المقطع انزل لايك وبس. اشترك اذا انت مشترك. المقطع واضح من عنوانه. لا تنسون كود الايتم شوب، ليش ما تستخدمه يا اخي؟ الله يسعد كل شخص يستخدمه ويدعمني. اتمنى ان المقطع اليوم يعجبكم وبس. خلونا نبدا مقطع اليوم. ليتس جو. اول شيء عندنا الشخص هذا يعني كاتب عنوان مقطع انه راح يعطيك من ماب كرييتيف، يعطيك في بوكس. فهذا الشيء انا قلت خلينا نشوفه انا والمتابعين هل هذا الشيء صدق ولا لا. والان راح يظهر معانا كود الماب وراح نستكشف يعني هل صدق راح يعطينا في بوكس ولا لا. وهذا كود الماب الان ظاهر لكم بمقطعنا اليوم. فصراحة انا متحمس نشوف مع بعض. ما اتوقع هذا شيء ولكن ان شاء الله نشوف، ممكن احد يعني المرات راح تضبط يعني. فخلونا نشوف مع بعض المقطع اليوم هل يعطينا هذا الماب صدق في بوكس ولا لا. خلوني اسرع لكم المقطع اكثر واكثر عشان ما نتاخر يعني، ونشوف هل يعطينا ولا لا بنهايه ما تخلص الماب. طبعا نفس ما تشوفون بدايه الماب كذي، لما تخلص الماب يعطيك في بوكس على كلامه. بدا يعني حاط عنوان المقطع انه في بوكس بعد ما تخلص الماب وتخلص المهمات اللي داخل هذا الماب. فخلونا نسرع المقطع ونشوف المهمات مع بعض، ونشوف بنفس الوقت هل يعطينا في بوكس ولا لا. خلونا نسرع المقطع مع بعض. والان سرعنا المقطع مع بعض وراح نشوف قاعد يموت البوتات. يعني صراحه انا من زمان عن فورتنايت، نزلت مقطع قبل اسبوع اسبوعين كذي. صراحه فورتنايت ذكريات، يعني ذكريات مهما كانت ذكريات راح تكون لعبه فورتنايت. وللان لعبه فورتنايت ماسكه السوق، ولكن مو نفس قبل، جمهورها كبير يعني. ولكن ان شاء الله يرجع اكثر واكثر مع السيزون الرابع. في يعني تسريبات تقول انه راح يكون السيزون الثاني، قصدي مو الرابع، انا شوي كلجت شوي سهران، اعذروني. المهم المقطع اللي شغال هذا هو الطريقه اللي تحصل على في بوكس بالماب. خلونا نشوف مع بعض هل صدق ولا لا. مو خسرانين شيء، وبنفس الوقت خلونا نتكلم عن التسريبات اللي قاعد تصير. انا شفت يعني اخذت نظره ان السيزون الثاني الشابتر الرابع السيزون القادم بعد شهر او شيء كذي راح يكون سيزون حيل قوي، ومو نفس اي سيزون صراحه على كلام احد المسربين يعني. خلونا ننتظر ونشوف هل صدق كلامهم ولا لا مع السيزون القادم. انا امنيتي شيء واحد، انه يرجعون مدن قديمه شكلها القديمه مثل تلتد تاورز واشياء كثيره. فحنا قاعد نسولف عن التسريبات ورحنا عن المقطع الرئيسي اللي هو في بوكس. الناس ما قاعد تشوفون، كلكم تبون تشوفون الطريقه، انا بشوفكم الطريقه بالتفصيل عشان ما نظلمه ونقول ما جاب في بوكس ولا شيء. نشوف الطريقه بالضبط هل يعطيه في بوكس ولا لا. تصعد نفس كذي يعني، تسوي المهمات اللي متواجده عندنا الان بالمقطع، تدخل الماب وتلعب. اشوف ان كل مرحله تخلصها كلها بوتات كلها طلق، يكون ايمك حلو. ما اتوقع يموتونك اذا انت كنت يعني ايمك حلو. اهم شيء يكون ايمك حلو بهذا الماب عشان تخلص المهمات اللي داخل الماب. ورقم الماب مبين عندكم بالمقطع. خلونا نشوف مع بعض لنهايه المقطع شنو يصير وهل صدق يعطونا في بوكس ولا لا. صراحه حيل حماس ان نشوف مع بعض. وبنفس الوقت خلوني اتكلم لكم يعني، خلوني اتكلم لكم بشيء بسيط، اللي هو انا ليش قاعد اقطع قطعات يعني بين فتره وفتره انزل مقاطع مو نفس قبل. يا اخوان انا شلون اقول لكم، ابي اعترف لكم اعتراف ان انا دراستي يعني انا من النوع اللي ما اقدر اركز على دراسه واقدر اركز على قناه بنفس الوقت. ولكن يعني ولكن يعني ابوي وامي يعني ما قصروا، لازم تدرس، تعرفون لازم تسمع كلام امك وابوك يعني، وادرس يعني. وبالوقت الفاضي فيه واقدر انزل مقطع على طول راح انزلكم. وان شاء الله الايام هذه الفتره هذه راح ابث بالتويتش، رابط قناتي بالتويتش راح تحصلونه تحت. ان شاء الله المره هذه مو سحبه ان شاء الله، لان في مشكله بسيطه بالقناه بس اعدلها وراح على طول نبث بالتويتش. كلكم تعالوا نسوي جوائز كذي نفس قبل، نلعب 1v1. ترى الان معرق، انا اشوف المقطع اللي قبل مو المقطع الاخير اللي قبله، لعبت بعد انقطاع سنه تقريبا عن اللعبه او 10 شهور، ولعبي للان يعني قوي جلاد يعني. فنعجبكم ان شاء الله باللعب. رابط قناتي تحت. واللي قاعد يتابعون المقطع للان والله العظيم ان الجمهور اللي قاعد يتابعوني للان صراحه حيل مستحي منكم، ان حيل قاعد اسحب حيل قاعد اسحب على القناه بشكل حيل كبير يعني، لدرجه ان في احيانا انزل مقطع بعد 8 ايام. انا من النوع يا اخوان، في ناس اعرفهم يسحبون على القناه شهر شهرين، انا من المستحيل انساكم مهما كانت يعني. ما اقدر انزل انشغالي بالدراسه وانشغالي بالحياه، مستحيل يمر شهر ان شاء الله ما انزل باذن الله، اذا الله يعطانا عمر ان شاء الله.
ونفس ما تشوفون هذه المرحله الاخيره. خلونا الان وقت الفي بوكس الصدقي، هل نشوف صدق ولا فوتوشوب ولا شيء؟ خلونا الان وقت اللحظه اللي كنا منتظرينها. سولفنا كثير وقرقنا كثير، خلونا نشوف. بس بالمقطع مكتوب انه فوق في بوكس حصل عليه، هل هذا الشيء صدق ولا لا؟ انتم اللي فاضيين جربوا واكتبوا لي تحت هل حصلتوا على في بوكس ولا لا الفاضيين، لان ما اتوقع، انا ما اصدق هذا الشيء. جربوا انتم بنفسكم، شفتوا كود الماب. هذا الشخص منزل تو 2023 في بوكس مجاني فري في بوكس مثل ما قاعد تشوفون. خلونا نشوفها مع بعض. اوكي، هذا الشخص من الممكن يكون صادق يعني مع المتابعين يعني. خلونا نشوف هل صدق يحصل على في بوكس ولا لا. نتابع الطريقه، ما راح يصير على المقطع، نتابعها يعني شوي لما نشوف هل صدق يعطيك 1000 في بوكس ولا كلام فاضي يعني. مع التحديث الجديد منزل قبل تقريبا كم ساعه وانا اصور ان الفي بوكس هذا بس مكتوب $17 لو تلاحظون، فما ادري صراحه. خلونا نتابع المقطع، اسرع عليكم شوي عشان ما تاخر وتملون يعني. خلونا نسرع المقطع ونشوف السالفه كذا نفس ما قاعد نشوف. خلونا نشوف هل صدق يعطيك في بوكس ولا لا، وشنو الطريقه حقت الشخص هذا. ركزوا لان مسرع المقطع شوي. طور الزومبي. طور الزومبي يا اخوان، طور الزومبي للناس اللي ما تعرف، ترى طور الزومبي يعطيك في بوكس مجاني، والان اتوقع هذا الانسان صادق. خلوني ابطل المقطع نفس ما قاعد تشوفون. خلونا نبطل المقطع شويتين. اوكي، خلونا نشوف مع بعض هل صدق ياخذ في بوكس. اتوقع هذا الانسان صادق، لان طور الزومبي اصلا يعطيك في بوكس وكلامه صحيح يعني. تخلص مهمات، بس مهماتهم شوي يقول لك صعبه يعني، ولكن اللي يبون في بوكس مضمون اشتر طور الزومبي والعب على طول راح يجيك في بوكس مجاني. نفس ما قاعد تشوفون 100 في بوكس يعني، بس عليها مهمات، تخلص مهمات تاخذ في بوكس، فهمتوا؟ على قد تعبك تاخذ في بوكس. هذه الطريقه الشخص هذا اللي قاعد يسويها. خلونا نشوف المقطع مع بعض. اتوقع لهنا خلصنا مقطع اليوم. هو قصده ان طور الزومبي الشيء الوحيد اللي يعطيك في بوكس بالمجان، فاشتر طور الزومبي والحزم والباتل باس يجيك معاه في بوكس، فهذه الطريقه الوحيده اللي تعطيك في بوكس مجاني. هو قصده طور الزومبي يعطيك في بوكس مجاني وكلامه صحيح، فاللي عندهم طور الزومبي يعني اكيد راح حارقين طور الزومبي. وبس هذا مقطع اليوم، اتمنى انه عجبكم ان شاء الله واستمتعتوا فيه وسولفنا شوي بالمقطع. فاذا وصلت لهنا اكتب لي انا نادر بالتعليقات، اللي يوصلون لاخر المقطع هذول احبهم حيل. فشكرا لكم، الله يسعد كل شخص يستخدم كود الشيوب. لا تنسون بثنا بالتويتش ان شاء الله. نشوفكم يوم قادم. طولت عليكم صح؟ مع السلامه.